يا مساء الخير، يا رب تكونوا بخير. معايا النهاردة وصفة لذيذة جدا. هتعتبر عن نوعين، النوعين أجمل من بعض. أساس الوصفة النهاردة بطاطس ويدجز بتاعة المطاعم بتتبيلة مميزة جدا. البطاطس ديت بتتعمل جنب المشويات، لحمة، فراخ، كفتة، ولكن النهاردة أنا هقلب الموازين معاها، إن أنا هشوي جنبها كبدة بطريقة الفرنة على طريقة الشيف لولا. تعالوا نشوف الوصفة. مقاديرها الأول إيه؟ معايا أنا هنا كيلو كبدة. فاكرين الكبدة الشرايح، الكيلو اللي قلت لكم هنزل معاكم بيه بوصفة؟ هو ده. أنا طلعته فك مع نفسه كده، كبدة شرايح. حطيت وفي مصفى، حطيت تحتيها طبقة عشان تنزل السوائل بتاعتها، اديتها رشة ملح، رشة فلفل اسود، وهنزل بنص ليمونة. دي التتبيلة الأولانية اللي هي أول تتبيلة هتنزل بيها السوائل بتاعتها. احنا عارفين ان الكبدة ما بتتغسلش. نخش على التتبيلة الأصلية. معايا 5 فصوص توم، فلفل حار، فلفل رومي، وحاطة قرن فلفل حار برضو أحمر كده في الخلطة، يعني مشكلاه. هنزل بيهم كده على الخلاط، ونشوف بقى احنا هنحط ايه على اللي احنا حطيناه في الخلاط دوت. معايا توابلي: حبة كزبرة محترمين، حبة كمون، نص معلقة قرفة، نص معلقة قرفة، حبة فلفل اسود، حبة بصل بودر. نزلت بيهم كده على الخلاط. عندك زيت زيتون اشتغلي بيه هيكون افضل، عندك زيت عادي بس يكون نوع جيد. كله شغال معانا. كده انا حطيت فنجان زيت زيتون. تمام. انا مبطئه لكم الفيديو عشان تركزوا معايا كويس جدا. الخليط ده كله انا هحط عليه ايه؟ هحط عليه طماطمايه كبيره انا مقطعاها كده عشان تسهل عليا موضوع الفرم. هفرمها في الخلاط. يلا بقى نعمل البطاطس. انا معانا هنا ده 2 كيلو بطاطس. انا يمكن مكتره الكميه عشان احنا كلنا بنحبها. لما تعملي البطاطس الويدجز لازم تختاري البطاطس الطوليه عشان هتقطعيها بالطول كده. طبعا انا غسلاها وزي الفل. هقطعها كده شرايح، لا تخينه ولا رفيعه، عشان تنضج معانا في الفرن بطريقه سلسه وسهله. انا كده قطعتها بيعتبر كلها. شايفين الشكل؟ نضيفه جدا وزي الفل. اهو ده الحجم اللي انا عايزاه. معايا التوابل: بابريكا، توم باودر، بصل باودر، ملح، فلفل اسود، كزبره، وزعتر جاف. تمام. يلا. هننزل بفنجان زيت زيتون. ما عندكيش برضو زيت زيتون، قلنا اي زيت عادي. وهحط عليها انا بتاع 4 فصوص توم على كمية ال2 كيلو بطاطس. لو أقل هتحطي فصين توم. وهقلبهم كويس جدا ببعض كده. أنا عايزة الخليط يندمج في قلب البطاطس. أهو. شايفين؟ هنحطه بقى كده، جايبين سرفيس مش هندهنه ولا اي حاجه، لان احنا كده حطينا نص فنجان زيت. هنزل ببقيه التتبيله كده عشان هي فعلا فوق الرائعه. هتدخلي البطاطس دي الفرن هتشم ريحه صعبه. جميله البطاطس ويدجز دي. بناكلها في اشهر المطاعم، معروفه. ولادنا بيجيبوها وبيحبذوا دايما يروحوا ياكلوها، والطبق بيعمل له الشيء الفلاني، وطبعا بيطلبوا جنبه مشويات. فانا وفرت لهم الاكل دي النهارده في البيت. دوقي بقى من ايد الشيف لولا وطريقة الشيف لولا بطاطس ويدجز على طريقة شوي الفرن، وهتدعيلي. حطيناها في الفرن. هنرجع للكبدة كده خلاص اتبلت معانا تتبيل أولي، اللي هو احنا رشينا رشة ملح، رشة فلفل أسود، نص ليمونة. هبتدي كده أطلعها بالشوكة. حطيت مصفى تحتها طبق. أنا ممكن أقلبها مرة واحدة، ولكن أبقى ما عملتش حاجة، لأن هي كده صفت الدم بتاعها. آه طبعا هنستغنى عنه، فانا كده بعتبر بنشيلها من السائل اللي نزل منها. تمام. انا مبطئه الفيديو معاكي، هزيها كده شويه لو في اي سائل تاني هينزل في الطبق. كده بقى احنا هنعمل ايه؟ جبنا طبق اهو. هننزل فيه الخليط اللي احنا ضربناه في الخلاط، اللي هو عبارة عن الفلفل والثوم والطماطم والتوابل بتاعتنا اللي احنا حطيناها. معايا انا هنا بيعتبر كوباية لبن صغيرة، مش هاخدها كلها، هسيب حاجة بسيطة منها. وهقلب كويس جدا كده زي ما انتوا شايفين اهو. نخلط الخليط باللبن. اللبن هيفتح الأنسجة بتاعة الكبدة، وأولا وأخيرا هيخليها طرية جدا معانا، مش هتنشف في الفرن. اهو. انا هبتدي ابطن السرفيس معاكم كده زي ما انتوا شايفين اهو، زي الطريقة اللي بطلنا بيها من كام يوم المسقعة كده، عصاج المسقعة في السرفيس. نفس الطريقة بس دوت خليط.
هننزل كده بطلنا السرفيس خلاص. هنبتدي نجيب الكبدة بتاعتنا اللي احنا تبلناها تتبيل أولي، هنحطها كده، هيبقى تحتها الخليط. هبتدي أوزع الكبدة أهو، أنا وزعتها كلها، حطيت كل شريحة عليها واحدة تانية عشان السرفيس حجمه هو كده. وهنزل ببقية التتبيلة زي ما انتوا شايفين، أنا عايزاها مفرودة مش هتتني مني. هفرد الخليط كده بالمعلقة، بظهر المعلقة بالراحة جدا، هسايسه كده لحد ما افرده عشان أوزعه عليها. هتاكلي أحلى كبدة مشوية عن طريق الفرنة بفضل الله، كده هتدعيلي. بصي وزعنا كده احنا الخليط كده، احنا بنعتبر جهزناها. هنزل عليها بورق الفويل اهو. انا كده طبعا الفرنة شغالة على البطاطس، هبتدي اطلع البطاطس اوريها لكم اهي. ودخلت مكانها الكبدة، الكبدة هتقعد بالظبط ربع ساعة. البطاطس خدت في الفرن معايا ساعة الا ربع بالظبط اهو. بصوا ما شاء الله. انا هغطيها تاني بالفويل لحد ما نخلص الكبدة بتاعتنا، عشان هنعمل جنبها أحلى طبق سلطة. شايفين بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. الريحة وهي في الفرن كمان ريحتها صعبة جدا. هنعمل جنبها إيه؟ هنعمل جنبها سلطة خيار بالزبادي أو زبادي بالخيار، زي ما تحبوا بقى أقول. هنعمل طبق زبادي بالخيار فوق الروعة، جميل جدا. معايا أنا هنا سلطانية زبادي كبيرة، يعني مش الكبيرة الكبيرة، الحجم اللي هو الوسط. معايا فص توم واحد لا يذكر، هيديها شمخة وريحة جميلة. طبعا أنا بشرة الخيار زي ما انتم شايفين، نزلت بالزبادي، فص التوم المفروم، آه بالخيار المبشور، رشة ملح ذرة، وحبة فلفل اسود. تمام. وهدي نص ليمونة اهو، شيل البذرة بس كده، نص ليمونة اهو. تمام. بكسل انا اجيب البتاع ان انا احط فيها الليمون، دايما تقع مني البذره، عصرت الليمون كسل. المهم هقلب كده الخليط ده كله كده في بعضه زي ما انتم شايفين. خلصت كده؟ لا ما خلصتش، استنوا بس. روعه جميله. تحطي بقى البطاطسيه المشويه كده فيها وتاكلي. هندعمها بايه؟ بحبه نعناع جاف اهو، نفرمه كده ما يكونش فيه اي شوائب اهو، وهرشه عليها وهقلب كويس جدا كده. ريحة الزبادي بالخيار مع النعناع فوق الرائعة. تمام كده احنا خلصنا الزبادي بتاعتنا. تعالوا نشوفوا الكبدة. البخار هيعكسكوا شوية زي كل مرة، أنا عارفة. أنا مش هقول الريحة عاملة إيه ومش هقول الطعم إيه. شايفين الصوص اللي نازل منها ده؟ استوت معايا وطرية وجوسي كده وجميلة، برغم إن هي مشوية شوي الفرن مش شوي الفحم. خلصنا؟ لا ما خلصناش. تعالي شوفي هنعمل إيه. لازم بقى هندعمها بحاجة جميلة جدا، والتكاية دي بتاعت الشيف لولا. حطيت معلقة زبدة، زبدة صغيرة جدا مش سمنة، وقليت فيها تومية ونزلت بيها على الكبدة. الريحة بقى مع التوابل مع الدنيا، مع ايه بقى؟ مع ان انا هبخرها. حط حتة فحم على النار، عملت ورقة فويل كده زي الطبق، نزلت بالفحماية. هحط بنقطة زيت صغيرة جدا كده، انا ببخر برضو الكبدة. شايفين كم طعم بقى انا اديته للكبدة؟ بسم الله ما شاء الله. التتبيلة ودقة التوم اللي عملتها بالطشة والبخار بتاعها. تسلم ايديا. لو عجبكم الموضوع ارفعوا معايا الفيديو بتاعي وشيروه وفعلي زر الجرس ويوصلك مني كل جديد. وما تنسوش ان شاء الله دي اكله خفيفه، انا بقدم لكم اكلات خفيفه، رمضان داخل علينا. كل سنه وانتم طيبين. والنهارده بقولها مقدما، كل سنه وكل ام طيبه. بكره ان شاء الله عيد الام. كل سنه وامي الله يرحمها في جنه الفردوس الاعلى طيبه، وكل ام على وجه الارض طيبه، وما نتحرمش من وجودهم، ولا ولادي يتحرموا من وجودي، ولا انا اتحرم منهم، ولا اي ام تتحرم من وجودي. كل سنه وانتم طيبين. باي باي.